السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلايا ولجان سرية. بيان عاجل إلى إدارة المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية المصرية، ونفس البيان لوزارة الإعلام والجهات المنوطة بتنظيم الإعلام. خلايا ولجان سرية بمئات الملايين من الجنيهات تعلن الحرب القذرة على النادي الأهلي. مهمة الإعلام سواء الحكومة أو الوزارة أو المؤسسات بقالها 5-6 سنين في مصر مهمتها دعم الزمالك والحرب على الأهلي. لكن فين دور الدولة؟ وفين دور الداخلية؟ وفين دور إدارة المباحث الإلكترونية في الجرائم التالية اللي هقولها لكم؟ مأساة بمعنى الكلمة بتحدث في مصر حاليا ضد الأهلي. مأساة علنية بعمل خلايا سرية، تمويل ومشاركة مسؤولين كبار في الدولة ورجال أعمال أغلبهم سارقين البلد، وكل فلوسهم من الحرام، ملايين الدولارات بتدفع، كل الهدف منها توقيع النادي الأهلي قبل ما يوصل للمباراة النهائية لكأس أندية العالم انتركونتيننتال. ركز واسمع معايا من فضلك. خلايا سرية للعمل ضد الأهلي تم تشكيل كلام ده من أكتر من شهر. تم تشكيل جهة عليا فيها مسؤولين كبار في الدولة وفيها رجال أعمال وفيها إعلاميين، والجهة دي دورها 5 حاجات. أول حاجة عمل خلايا سرية ضد النادي الأهلي عشان يوقعوه. نمرة 2 اختلاق مشاكل وأزمات داخل النادي الأهلي بالفبركة ومحاولة نشرها على نطاق واسع. نمرة 3 تحديد اللاعبين القدامى في الزمالك والإعلاميين الزملكاوية اللي يمكن بسهولة شرائهم، والعاملين في القنوات الرياضية من الزملكاوية لا سيما المذيعين ورؤساء التحرير ورؤساء البرامج والمعدين، وتوزيعهم بعناية. توزيع كل دول بعناية وبصفة يومية وبصفة متكررة على القنوات الرياضية والبرامج لتكرار ما يقولونه من أكاذيب وفبركة. كلكم عارفين طبعا إن تكرار الخبر من أشخاص مختلفة في أماكن مختلفة وفي توقيتات مختلفة بيدفع ناس كتير لتصديق تلك الأخبار الكاذبة. رقم 4 عمل مواقع وصفحات على السوشيال ميديا بالآلاف كلها مزورة وبأسماء أشخاص أهلوية أو جهات أو مؤسسات أو نجوم أهلوية، وحشوها بتغريدات غاضبة وكأنها من أنصار النادي الأهلي ضد الإدارة وكولر واللاعبين والفريق. 5 تكوين رأي عام في مصر، رأي عام عدائي جدا ضد النادي الأهلي وضد الجميع من لاعبي الفريق. وأمور أخرى عيب إن أنا أذكرها، عيب قوي إن أنا أذكرها. تخيلوا الحرب في أعلى درجات التركيز، خايفين جدا إن النادي الأهلي بكفاءة إن شاء الله وبجدارة إن شاء الله يتخطى الفائز من باتشوكا المكسيكي أو بوتافوجو البرازيلي في مباراة نصف نهائي كأس أندية العالم يوم 14 ديسمبر في قطر، ويصل الأهلي إلى نهائي كأس أندية العالم انتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر لمواجهة ريال مدريد الأسباني حامل اللقب وبطل أوروبا. ساعتها مباراة الأهلي وريال مدريد هتكون حديث العالم كله. الدنيا كلها في ال5 قارات هتشوف المباراة. قيمة الأهلي التسويقية ساعتها هتتضاعف 10-20 مرة. عشان كده الزمالك سواء الدولة أو الحكومة أو النظام أو الوزارة أو اتحاد الكورة أو الحكام أو الإعلام عندهم استعداد يعملوا أي حاجة
عمل جماعي بشع عشان يدمروا الأهلي ويوقفوا وصوله لهذه المباراة، خصوصا ان هم عارفين ان سبق للأهلي الفوز على أحد الأندية المكسيكية مرتين في كأس أندية العالم، وسبق ليه الفوز على أحد الأندية البرازيلية مرة في كأس العالم. فمش بعيد ان الأهلي يفوز على الفائز من باتشوكا وبوتافوجو، وساعتها هيبقى شرف رفيع جدا 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 للأهلي وشرف رفيع جدا لمصر. لكن اللي مسؤولين في مصر ما يهمهمش الشرف ده، يهمهم يوقعوا الأهلي أولا. السلام عليكم. في مباراة الزمالك وغزل المحلة، جماهير الزمالك كانت قاعدة بتشتم في النادي الأهلي شتيمة فظيعة جدا، وبتشتم في جماهير النادي الأهلي. طيب انت بتلعب مع غزل المحلة والحاكم متعشي ومتظبط وطرد لك لاعب وحسب لك ضربة جزاء والدنيا حلوة معاك وماشية 10/10. انت مالك ومال الأهلي؟ هو الأهلي انت كسبان خسران؟ الأهلي كده كده وجعك يعني؟ انت لاعب مع فريق تعبان ومهلهل، والمدرب زملكاوي وسايب لك الدنيا عايمة، وحتى لما حصل طرد برضه مرضاش يظبط وسط الملعب ومرضاش ينزل هاف ديفندر مكان اللاعب اللي انطرد. طيب الدنيا حلوه معاك ومتروقه وتمام التمام والحكم مظبطك 10/10. الاهلي بقى ايه علاقته بالموضوع؟ ولا انتوا عالم ما عندكوش ادب ولا تربيه لازم تهاجموا النادي الاهلي عمال على بطال؟ الدنيا حلوه معاك وفايز وتمام التمام، خلاص خليك في فريقك، لان الفوز ما بيتكررش معاكم كتير. انت بتفوز مرة و10 مرات ما بتفوزش، وحتى لو فزت كده كده ما بتاخدش الدوري في الاخر، لان انت فريق نفسك قصير، فريق مش بتاع بطولات، اخرك الكونفدرالية، ممكن تيجي مركز رابع او خامس في الدوري. مال الاهلي بقى ومال العلاقة بالموضوع؟ هو انت فاكر ان انت منافس للنادي الاهلي؟ انت مش منافس للنادي الاهلي ولا حاجة، انت فريق من فرق جدول الدوري الموجودة في المركز من الثالث للسادس. ما تفكرش ان انت فزت في اول الدوري فوز او 2 أو 3 ان انت يبقى ليك عشم تشارك فيه او تحصل على بطولة الدوري او حتى تاخد المركز الثاني. ما يكونش لك عشم حتى تشارك في دوري الابطال، الدوري الابطال اللي انت ما شفتوش بقالك اكتر من 10 سنين. كاس العالم للاندية اللي وجع النادي الاهلي، اللي وجع ناس كتير جدا وبيحاولوا يحاربوا النادي الاهلي لما وصل ليها. خلي بالك من نقطة مهمة جدا جدا، مع كل الاحترام والتقدير، انا الكلام اللي قاله علاء صادق فيه مبالغه بعض الشيء. ليه؟ انا هقول لك فيه مبالغه ليه. لان النادي الاهلي في كل الاحوال هو نادي حكومي، نادي تابع للدوله، فان كان هي هناك في بعض الضغوطات ولكن ليس بالدرجه اللي صورها علاء صادق. دي نقطه. النقطه الثالثه بقى اللي انا عايز اقولها، ان وصول الاهلي لكاس العالم للانديه في النسخة الأولانية الجديدة المعدلة اللي هي تشبه نظام كأس العالم للكبار عامل مشكلة عند بعض الناس المسؤولين الزملكاوية شوية، وبالتالي قبل وصول كأس العالم للأندية دي ولعب مباريات قوية بيحاولوا ان هم يوقعوا الفريق عشان يظهر بصورة وحشة جدا جدا في كأس العالم للأندية، وبالتالي يكون في فرصة لمحاربة النادي الأهلي. كمان وجود محمود الخطيب على رأس إدارة النادي الأهلي ما عجبش بعض الناس شوية المسؤولين الزملكاوية، ولذلك هم بيحاولوا ان هم يوقعوا الأهلي في فترة محمود الخطيب عشان يرجعوا شخصيات تانية معينة لرئاسة النادي الأهلي. النقطة بقى الرابعة اللي أنا عايز أذكرها دلوقتي بالنسبة لموضوع إمام عاشور. صحيح كان في خطأ من إمام عاشور، ولكن كان في تحريض من بعض الشخصيات المعينة عشان تظهر الصورة بالشكل ده. اما اللي حصل كون موضوع انفعال في غرفة خلع الملابس فبيحصل في اندية كتير جدا جدا، ولكن التركيز كان عليه بصورة كبيرة جدا 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 عشان يظهر ان في مشاكل في غرفة خلع الملابس في النادي الاهلي، وبالتالي تبدأ المشاكل تزيد وتتطور. لكن حكمة وادارة النادي الاهلي قدرت تلم الموضوع، واللاعب كمان تمسكه بإدارة النادي الأهلي والبقاء في الأهلي كمان قدر ان هو يلم الموضوع. كمان المحيطين بإمام عاشور عرفوه بالظبط الفرق بين الأهلي وأي حتة تانية، عشان كده التزم إمام عاشور في التدريبات. وخلي بالك من نقطة مهمة، جاي تحذير قوي جدا جدا من إدارة النادي الأهلي
ان اي خطأ تالي بعد كده او خروج عن النص هيكون العقاب عدم البقاء في النادي الاهلي اطلاقا.